لو جوزك عمل كده وبيدور على اي خناقه خليكي شاطره وفوتيها عليه وريحي دماغك. احتويه يا فوزيه. فاكرين الفيلم بتاعك كمان بتقوليلي صباح الخير علامات خناقه جديده كده. انا خناقه يلا يابا. صحيتي الصبح لقيتيه مقريف وبيتخانق معاكي عشان لياقة القميص متكرمشه او الزرار ما بيتقفلش. خدي ساتر يا فوزيه وتجنبيه علشان ده بيدور على خناقه. طلبت منه يجيبلك معاه حاجه وهو جاي، ما في اختراع اسمه الدليفري. هو انا فاضلكوا وزعيق زعيق وقاعد يتجنن مع ان الحاجه دي هيجيبها من السوبر ماركت اللي تحت العماره. فوتيها وقولي له صح اسفه يا حبيبي تيجي بالسلام. يمكن قرفينه في الشغل مش تبقي انت والشغل عليه. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. او طلبت منه حاجه عاديه جدا او تروحي عند مامتك. زعق بقى واشتغل في اسطوانه انت مش مهتمه ببيتك وما بتفكريش فيا وانتي وانتي وانتي. قولي له بس يا حبيبي انت تمام، انت اللي صح وانت وحشني وعايزه اقعد معاك ومعرفش اني وحشاك كده، ولو اعرف ما كنتش طلبت. واعملي له شويه شاي وحته كيكه وهينزل هو يوصلك بنفسه من نفسه عشان انت دلعتيه. الخلاصه لما تلاقي الخناقه مش منطقيه وبتيجي على اتفه سبب اعرفي ان هو مضغوط وبيدور على اي خناقه او ما تخلوش يلاقيها واحتويه. قولولي بقى في الكومنتات بتعملوا ايه في موقف زي ده. انا نرمين لطفي وده بيتك مطرح.